سألنا طلاب من تخصصات مختلفة ودول مختلفة بيدرسوا في جامعة UTM عن رأيهم في الجامعة وماليزيا وإزاي يجيبوا GPA عالي وأسئلة تانية مهمة كتير. أنا خالد أحمد خليل، طالب وخريج من جامعة UTM تخصص هندسة كهرباء. أنا أنس إسماعيل، طالب سنة رابعة هنا في UTM ميكاترونكس انجينيرنج. معاكم محمد عمر، بدرس هنا في UTM ميكانيكال طيران السنة الثانية. معاكم أخوكم محمد علي عبد الغفار، هندسة كهرباء تخصص ميكاترونكس، رئيس اتحاد الطلاب المصريين سابقا في جامعة UTM لعام 2021-2022. أنا أخوكم أحمد جمال، طالب هندسة كهرباء وإلكترونيات بجامعة UTM في السنة الرابعة. أنا غالب حسين من الأردن، طالب ميكاترونكس باتشلر اوف الكتريكال انجينيرنج سمستر 2. أهلا وسهلا، آدم إسماعيل في تاني سمستر، أنا في كلية كمبيوتر ساينس تخصص السوفت وير انجينير. أنا أحمد السيد الشرقاوي، تخصص ميكاترونكس، كلية كهرباء، سمستر أول. أنا فهد محمد، تخصص ميكاترونكس من الكتريكال انجينيرنج في ثالث سمستر حاليا. اسمي محمد طاهر، أنا هندسة مدني، السمستر الأخير بإذن الله. صراحة بالنسبة لي يعني ماليزيا من أجمل الدول صراحة اللي سافرت ليها، من أفضل الشعوب صراحة، من ألطف الشعوب اتعاملت معاها. كجو مثلا جو جميل جدا، كثقافة وكشعب، الشعب يعني حلو جدا إنك تتعامل معاه، شعب متواضع وشعب طيب جدا وخدوم، ويعني يعني برضه يعني إيه يحب إن هو يتعامل، يعني برضه هيفرح جدا لما يشوفك بتتعامل معاه خصوصا بلغته، حاجة جميلة. من تجربتي الشخصية أنا شايف إن ماليزيا مناسبة ليا بسبب حتى التواجد العرب هنا بشكل كبير، مسهل علينا حاجات كتير على عكس البلاد التانية زي روسيا أو زي البلاد اللي في أوروبا. إنك تبقى في بيئة محيطة ليك بالنسبة لك تبقى بيئة كويسة من ناحية الإسلام عموما، من ناحية التعامل مع الناس. ما لقيتش كمان مشكلة في التعامل مع اللوكالز أو الناس المواطنين هنا شعب مساعد جدا، شعب بشوش، ما شفتش فيه مشكلة أبدا مع الشعب يعني. تجربتي في ماليزيا عموما ممكن لسه ما كملتش تجربتي في ماليزيا أو حسيت إن أنا مريت بكل التجارب، ولكن ماليزيا بلد جميلة جدا. كفاية المناظر الطبيعية اللي فيها اللي بتخلي الواحد نفسيته ترتاح بمجرد إن هو يبقى موجود في مكان زي ده. المكان عموما اللي حواليك دايما فيه خضار، دايما فيه كده راحة بصرية للعين، مفيش انك تلاقي زحمة او انك تلاقي مكان فيه بشكل تقدرش انك تتعايش فيه. الجزر، الاماكن السياحية هنا كويسة جدا، مفيش مكان في ماليزيا موجود فيه بحر او موجود فيه جو الا وهو ممتاز جدا، وفي كل الحاجات اللي ممكن تخلي اي شخص ممكن يجي ماليزيا. من العيوب اللي ممكن لاحظتها في ماليزيا الجو شوية بيزداد فيه الرطوبة ساعات، ممكن ما يناسبش ناس كتير ان هو دايما حر او دايما مطر، ولكن مع الوقت نقدر ان احنا نتأقلم، مع الوقت نقدر ان احنا نتعود على الجو، لانه برضو في الاول وفي الاخر مش الجو اللي ممكن ما نقدرش نتعايش فيه يعني. ولكن تجربتي في ماليزيا في عموما من احسن ومن امتع التجارب اللي عدت عليا خلال السنتين اللي فاتوا يعني. اولا اختيار ماليزيا كبلد كان بناء على عدة عوامل. اولها ماليزيا بلد مسلم، الثقافة كطالب مثلا زي مسلم خارج من بيئة مسلمة مش هتكون غريبة علينا. بلد ما شاء الله أغلبية السكان فيها مسلمة، حضارتها إسلامية، ثقافة الإسلام موجودة. الناحية التانية هي بلد متقدمة تكنولوجيا، فبالنسبة لي كطالب جاي أدرس هندسة كهرباء وهندسة إلكترونيات في مجال التكنولوجيا، الموضوع هيفيدني جدا. بلد حديثة جدا، بلد معاصرة للحداثة اللي موجودة عندنا في العالم، وهي واحدة من البلدان النمور السبع في آسيا. فهي بلد فيها فرص، مليئة بالفرص، مليئة بالعرب حاليا، فيها طلبة عرب كتير جدا. فالموضوع كان يعني دافع ليا أصلا أن أنا آجي ماليزيا. الموضوع دفعني لما بحثت عن ماليزيا، بحثت عن
العوامل اللي موجوده في ماليزيا، الاماكن السياحيه، المناظر الخلابه، الدراسه نفسها، جو الدراسه، الجامعات، قوه التعليم. فكلها عوامل بالنسبه لي تخلي ماليزيا هي الخيار الافضل لدراسه البكالوريوس بالنسبه لي. اخترت الدراسة في ماليزيا أولاً، الجامعات فيها رانكينج معروفة عالمياً، الكيو اس رانكينج. كبلد، البلد أمين، الأمان فيه جداً عالي الحمد لله. من ناحية الدين، الشعب هنا متمسك بدينه، يا رب لك الحمد يعني. كبلد برضو، كفيو، كطبيعة، يعني ماليزيا الحمد لله كاملة والكمال لله. مكان مميز جدا للاستقرار، حد حابب يستقر، ومكان مميز للطلبة بشكل عام، البيئة والجو. فصراحة بشجع أي حد يعني بيفكر في ماليزيا إن هو ينطلق على طول، يعني ماليزيا من أجمل الدول صراحة يعني. ماليزيا ما شاء الله بلد جميلة جدا، متقدمة تقنيا، وأيضا كشعب وكمكان تسكن فيه مكان ممتاز جدا يعني. طيب اختياري لماليزيا بصراحة دي ممكن تكون يعني وجهة نظري طبعا. أول حاجة أنا كنت أول ما اتخرجت من الثانوية قلت إن شاء الله بإذن الله أحاول أشوف دولة تكون مثلا أولا مسلمة، خلفية إسلامية، وتكون برضو ما شاء الله متقدمة، وفي نفس الوقت إن يكون بالنسبة لي مثلا كتركيا، ماليزيا دي كانت من أكثر الدول حاليا اللي هي كانت ممكن تكون وجهة أغلب الطلاب مبدئيا إذا كانت دولة إسلامية ودراسيا عالية. فديت كانت أول اختيار ليا بصراحة إن أنا أجي ماليزيا. غير كده طبعا ماليزيا معروفة يعني ما شاء الله عنها بالجمال الطبيعي، فبتشوف أي مكان، وليها وبالذات في الدراسة كمان، فترة الدراسة هتستفيد منها جدا جدا يعني. إنك تخرج وتروح وتيجي برضه، مش شرط بس برضه دراسيا، فتبقى خدت خبرة كبيرة بصراحة. أنا اخترت ماليزيا لأنها أولا بلد مسلمة، فأنا يعني كشخص مسلم أقدر أعيش هناك براحة. شعبها جميل جدا ولطيف، والناس هناك ظريفة قوي، وصراحة الأكل حلو قوي. ماليزيا بشكل عام صراحة المستوى الدراسي فيها بشكل عام، يعني سواء الجامعات يعني بشكل عام مستواها جيد جدا صراحة. تمام. ومقارنة برضو الأسعار برضو مناسبة جدا صراحة كانت بالنسبة لي، ومقارنة بالدول الثانية، وخصوصا أن هي دولة إسلامية. هذه كانت شغلة مهمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة للأهل برضو. برضو يعني كتجربة كطالب جاي على درجة بكالوريوس، وخصوصا درجة البكالوريوس، ان هو هيستكشف البلد دي، يعني برضو يعني ايه، يقدر ان هو يدرس وفي نفس الوقت عايز مثلا يطلع يتفسح. الفسحة موجودة، الجزر كلها قريبة منك، مدن كتيرة، مدن سياحية جديدة، يعني معروفة ان بلد يعني ماليزيا بلد سياحية من الدرجة الأولى. صراحة بالنسبة لجامعة UTM، جامعة UTM من أفضل الجامعات في ماليزيا. طبعا الكلام ده معروف سواء بأرقام أو بمقارنات بين جامعات تانية، هي من أفضل الجامعات على مستوى ماليزيا. لكن بالنسبة لي في بعض النقاط اللي بتميز UTM عن باقي الجامعات في ماليزيا. أول هذه النقاط الجالية العربية الكبيرة الموجودة داخل الجامعة. موجود يعني اتحاد لمعظم طلاب اليمنيين، المصريين، السوريين، الفلسطينيين وغيرها من البلاد. فوجود المجتمع ده، وجود الجاليات دي بتساعد الطالب على طول ان هو اول لما يجي ينخرط داخل المجتمعات دي بشكل مباشر، فما ياخدش وقت بقى في ان هو يتعرف على طلبة او ياخد وقت في ان هو يتعرف على البلد، بل بالعكس يعني المجتمعات دي بتساعده بشكل سريع، ولو حصل له اي مشكلة بيجد على طول الشخص اللي يساعده يعني. ومعانا اصدقاء كتير يعني من جامعات تانية في كوالالمبور وفي ولايات تانية، اول ما بييجوا عندنا هنا جهور بيلاحظوا فعلا الفرق ده، وبيحسوا فعلا بأهمية وجود مجتمع كبير زي ده. UTM مبدئيا هي جامعة كبيرة جدا، متنوعة التخصصات، كل تخصص فيها فعلا بتخدمه من جميع النواحي، كعلميا كعمليا. ما بتخليش الطالب لما يتخرج غير ان هو يعني مش محتاج اي حاجة، كل حاجة متوفرة له من ناحية التدريب العلمي او العملي بشكل عام. وخصوصا كمان الابحاث هنا او ان انا اوصل لحاجة معينة جوه تخصصي موجودة هنا متوفرة بشكل كبير يعني في UTM. ليه جامعة UTM؟ UTM هي جامعة كبيرة جدا، جامعة ليها قسمين، وقسمها الرئيسي موجود في جهور. اخترت UTM أولا لأن هي جامعة راقية جدا، مستواها التعليمي مرتفع جدا، مستواها كجامعة
من افضل 50 جامعه في ماليزيا، ومن افضل 200 جامعه على مستوى العالم، ومن افضل 100 جامعه على مستوى العالم في الهندسه، وهي تاني افضل جامعه في ماليزيا في الهندسه. الجامعه ديت فيها فرص كتير جدا، فرص لا حصر لها بالنسبه للطالب، ممكن يحصل على اكسبيرينس في الجامعه ديت بشكل كبير جدا بجانب الدراسه. كميه اسامي الدكاتره واسامي اسامي الكلابس والحاجات الكتير جدا الموجوده في الجامعه ديت كبيره جدا. الفرص مرتفعه. الجامعه نفسها فيها كميه عرب كبيره جدا لا باس بها. لما اقول لك ان مثلا المجتمع المصري هنا في الجامعه يفوق ال 400 طالب، ده بالنسبه للفرع الرئيسي في جامعه جوهور. فانت مش كطالب لما تيجي UTM انت مش هتشعر بالغربه. جامعه مرتفعه جدا، مستواها عالي، جامعه حتى بالنسبه لسعرها فهي جامعه مناسبه جدا. الرانكينج بتاع UTM في الهندسة عالي مقارنة بالجامعات التانية في ماليزيا. حتى في روبوكون لما بنروح المسابقة بيبقى اسم UTM ليه هيبة، يعني لأن كل سنة بنفوز. UTM فايزة معظم مسابقات روبوكون في ماليزيا ما عدا مثلا سنة واحدة ولا حاجة، فبيبقى اسم UTM ليه هيبة في المجال الهندسي يعني. وأي حد طالع من UTM روبوكون بالذات لما بيشوف UTM روبوكون في الCV، معظم الشركات بتأوتو أكسبت الCV بتاعك أو الريزومي بتاعك، فاسم UTM ليه قوته يعني. رأيي عن UTM بشكل خاص، هي معروف طبعا ان هي جامعه ليها رانك عالي في المجال الهندسي، وده نتيجه لان هي جامعه بحثيه، يعني جامعه بتعتمد بشكل اكثر على البحوث اكتر من الاحتكاك بالمجال الصناعي. فعشان كده الرانك العالي UTM واخداه بسبب نشرها الابحاث، يعني ليها وزن تقيل في المجال الهندسي. فطبعا الطالب اللي هو هيجي يدرس في UTM هيحتك بالاوراق البحثيه وبالبحوث العلميه، هيحتك بالمشاريع، ماشي، هيكون ليه احتكاك مباشر خصوصا في المجال الهندسي. طبعا الجامعه يعني بتوفر كل حاجه ليك انت كطالب، تمام، من انشطه رياضيه، من ترفيه عن النفس، ماشي، من معامل ومن لابات ومن مكاتب ومن مصادر، حتى من سوفت ويرز بتكون يعني مخصوصه ليك بشكل مجاني كطالب، تمام، من جو فعلا وبيئه مريحه جدا انك انت تواظب او يعني تكمل دراستك يعني. الجزء العملي الموجود داخل الجامعه، ودي ممكن يكون متشارك شويه مع بعض الجامعات التانية، لكن هو مميز جدا داخل UTM. جامعه UTM جامعه عملاقه فيها دكاتره على اعلى مستوى علميا، ودكاتره داخلين في سوق العمل وفي الجانب العملي بشكل كبير. فالطالب فعلا ممكن من اول سمستر يجي مع علاقه بسيطه مع الدكتور، يبدا يشتغل معاه في لاب من اللابات، يشتغل معاه بشكل عملي، يبدا فعلا يبقى في علاقه كويسه بينه وبين الدكتور، فالدكتور يساعده في حاجات كتير. فدي من الحاجات المميزه جدا في الجامعه، ان فعلا الطالب من اول ما يجي الى جانب دراسته يقدر يشتغل في حاجات عمليه كتير. النقطه الثالثه بالنسبه لي في جامعه UTM وجود بقى الاتحادات والكلابس والاكتيفيتيز والفاسيلتيز كتير داخل الجامعه، بتبني مهارات كبيره مع الطلبه، ومش موجوده الحاجات دي صراحه في جامعات كتير يعني. فUTM متميز فيها، في مهارات كتير الطالب يقدر يكتسبها من خلال الاتحادات وغيرها يعني. فهي جامعه فيها فرص كتير مناسبه جدا. البيئه بتاعت الجامعه ممتازه جدا لنمو الطالب، مش بس في المستوى التعليمي. فهي فيها مميزات كتير جدا بالنسبه لي خلتني افضلها على جميع الجامعات الاخرى. بس كما سبقت قلت UTM معروفة عالميا كرانكينج من أقوى التخصصات في ماليزيا من ناحية الإلكتريكال انجينيرينج. في تخصصات ثانية على سبيل المثال السيفل انجينيرينج من أقوى 50 تخصص على العالم وليس في ماليزيا فقط. اخترت UTM لأن رانكها العالمي قوي، بجانب ان التخصص اللي انا كنت عايز اخشه اللي هو تخصص ميكاترونكس متوفر فيها، وكمان ايضا ان كلية كهرباء فيها متفوقة جدا ماشية على بقية الجامعات اللي موجودة في ماليزيا. يعني انا طبعا كنت في جامعة قبل ما اجي UTM اصلا، يعني كنت في جامعة تانية، بس زي ما قلت انا اخترت ماليزيا تحديدا. ولما جيت انقل UTM بصراحة
يعني انا في المجال بتاعي، انا لما جيت اختار الكليه او الجامعه بصيت على التخصص بتاعي ان انا هندسه مدني، الترتيب بتاعها عالي، فده كان سبب اختياري ليها. وكمان البيئه بتاعتها حلوه، وفي نفس الوقت يعني مع الكواليتي اللي بتوفره من تعليم وكترتيب السعر بتاعها يعني بصراحه يعني مش هقول لك ان هو رخيص، بس ان هو متوفر جدا واحسن بكتير من اي جامعه تانية ممكن اكون مقارنها بالكواليتي اللي موجوده يعني. اخترت UTM لأنها هي تعتبر من أعلى الجامعات في تخصص الهندسة، ولأن بتهتم قوي بالنشاط والكلاب وورك اللي فيها. عشان كده أنا اخترت يعني UTM. UTM بشكل عام ممكن أكثر إشي جذبني فيها صراحة اللي هو عشان أنا ميكاترونكس، فالتخصص تخصص ميكاترونكس بشكل عام يعني قوي جدا بالنسبة في UTM خاصة يعني، وبرضه هندسة بشكل عام يعني في الجامعة. وبرضه الرانك تبع الجامعة بصراحة كان ملفت للنظر بالنسبة لي، ما كان السبب الأساسي، ولكن كان ملفت إنه هو إيش اللي في الجامعة اللي مخلي الرانك هذا عالي يعني بشكل عام. النقطة الأخيرة بيميز UTM وهي وجودها بعيد عن العاصمة، نقطة مميزة جدا جدا صراحة يعني. زي ما قلنا ماليزيا بشكل عام هي بيئة مناسبة، ولو قلنا جوهور اللي بتتواجد فيها UTM فيها بيئة مناسبة أكتر من كوالالمبور بكتير يعني. بعيدة عن المشتتات، بعيدة عن صخب العاصمة، الجو مناسب أكتر وبيئة مناسبة أكتر للطلبة. فكل النقاط دي هي فعلا نقاط بتميز UTM بشكل كبير عن باقي الجامعات في ماليزيا. هو لازم يبقى فيه أنشطة، مذاكرة بس لوحدها مش هتنفع، إنه بتبقى نظرية بس، نظرية بحت. الاكسبيرينس اللي انت بتاخدها وانت بتعمل حاجة براكتيكال بتبقى أعلى بكتير. أنا نفسي الأنشطة بس هي مسابقات، هي روبوكون، ما دخلتش حاجة تانية يعني. بس حتى لو شخص ما دخلش روبوكون أو مش حابب يدخل روبوكون، لأنه بيقولوا إنه بيبقى فيه ضغط، وده حقيقي، هو بيبقى فيه ضغط إن أنت توازن ما بين الدراسة وروبوكون في نفس الوقت، وعلى حسب الشخص وتنظيمه للوقت يعني. بس لازم يبقى هو حتى لو مش هيخش روبوكون يعمل بروجكتات مع نفسه، يبحث مع نفسه، يكون عنده شغف يعني للمجال بتاعه أو للمجال اللي هو عايز ينقله، حتى لو مش نفس المجال اللي هو داخل فيه يعني. زي ما قلنا جامعة UTM جامعة عملاقة يعني، وبتحتوي على عدد كبير من الاتحادات، عدد الطلاب، ومن الكلابس ومن الفاسيلتيز اللي ممكن الطالب يشارك فيه. لو هنتكلم الأول عن الاتحادات، جامعة UTM فيها عدد كبير من الاتحادات، تقريبا حوالي 18 اتحاد. اتحاد الطلاب المصريين، اليمنيين، السوريين، الجزائريين وغيرها من الاتحادات، عدد كبير جدا من الاتحادات. بتكون مهمة الاتحادات دي ممكن نقسمها إلى نقطتين. أول نقطة وهي الخاصة باللجان، موجود عدد كبير من اللجان، لجان اجتماعية، ثقافية، رياضية، أكاديمية وغيرها من اللجان، دي أهم حاجة. فمثلا اللجان الاجتماعية بتقوم بعمل أنشطة ترفيهية للطلاب، رحلات، حفلات لاستقبال الطلاب وغيرها، فبتساعد الطالب اجتماعيا ان هو ينخرط على طول في المجتمع. مثال على اللجنة الثقافية بتقوم بمسابقات ثقافية عشان تعلي الثقافة للشباب. اللجنة الرياضية دورات للكورة، دورات رياضية لمختلف الرياضات. اللجنة الأكاديمية طبعا من أهم اللجان، بتقوم بشروحات ومراجعات لبعض المواد، كورسات لبعض السكيلز اللي ممكن الطلبة يحتاجوها وهكذا. فدي بتبقى أول مهمة للاتحادات، اللي هي مجموعة من اللجان بتقوم بمجموعة من الأكتيفيتيز. الطلاب طبعا يقدروا يكونوا إما مشاركين في هذه الأكتيفيتيز أو منظمين ليه، بيخشوا اللجان وبينظموا، ودي طبعا بتساعدهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم، من مهارات بقى تنظيم الوقت، لمهارات الإدارة، لمهارات العمل في مجموعة وغيرها من المهارات. بالنسبة للكلابات أو الأنشطة الطلابية، سواء كانت أنشطة تقنية أو أنشطة في المجال بتاعك أو أنشطة في مجال الحياة عموما أو السوفت سكيلز، هي طبعا مهمة ولا تغنيك عن دراستك الأكاديمية. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تتخرج سواء كنت مهندس أو أيا كان التخصص، أنت مش مطلوب منك بس إن يكون عندك العلم، السكيلز، التكنيكال سكيلز، لا، برضه مطلوب منك تعرف ازاي تتعامل، تعرف ازاي تتكلم سواء مع مدير او مع التيم بتاعك او مع الموظفين اللي تحتيك.
فالمهارات دي قمه في الاهميه، مهارات الحياه عموما او السوفت سكيلز قمه في الاهميه. بالنسبه لتجربتي الشخصيه، انا اشتركت في لاب يعني كان موجود في كليه البايوميديكال هنا في UTM. اللي عملته اني كنت في سنه تانية وقتها، وده كان قبل الجائحه، قبل جائحه كورونا. كنت قررت ان انا احاول ان انا اشترك في مشروع، وان انا يعني احاول اطبق المعلومات اللي عندي في مشروع مع دكتور. كل ده فور فري، يعني ما طلبتش من الدكتور اي مقابل، وكل ده عشان انمي مهاراتي او عشان اكتسب خبره. تمام. الخبره دي لحد دلوقتي انا بشكر ربنا ان انا عملتها، ساعدتني في مجالات، في يعني مجالات زي الانترنت اوف ثينجز، ماشي، او الامبيدد سيستمز، هي ساعدتني في المجالات دي. غير كده كمان اشتركت في طبعا هنا UTM عامله ميزه كبيره جدا للطلبه الانترناشونال، وهي UTM انترناشونال. ويو تي ام انترناشونال تحتيه زي انترناشونال ستودنت سوسايتي، ماشي. بيندرج تحتيه مثلا زي تجمع او زي سوسايتي، مجتمع للطلبه الانترناشونال على حسب البلد. فطبعا يعني كان ليا الفرصه جميله جدا ان انا اكون متطوع ضمن ISS ايجيبت، وهو تجمع للطلبه المصريين، ماشي. من ضمنها طبعا انا ركزت على المجال الاكاديمي، فطبعا يعني حاولت بقدر الامكان ان انا اقدم خدمه للطلبه، خدمه اكاديميه للطلاب، نشر مثلا دروس مشروحه، ماشي. عملت لهم مكتبه، برضو الحمد لله عملت لهم ورك شوبس كتيره وايفنتات كتيره، مش بس للمجالات الاكاديميه، لمجالات اللي برضو يعني كلام ما بعد التخرج، ايه اللي المفروض الواحد يعمله بعد التخرج. فطبعا الحاجات دي نمت عندي برضو مهارات الاداره، المهارات الاكاديميه، ماشي. ازاي برضو ان انا اقدر انسق وقتي ما بين مثلا الشغل التطوعي ده ودراستي. طبعا النشاطات هنا في الجامعة أو في أي جامعة عموما، مش هتكلم في UTM، النشاطات وتأثيرها على الطالب مهمة جدا. لأنك أنت كطالب متخرج من ثانوية عامة، كل كان تركيزك الدراسة وإزاي إن أنا أحصل مجموع عشان أقدر أخش بيه الكلية اللي بحبها أو الكلية اللي أنا محتاجها. ولكن الوضع بيختلف شوية في الجامعة، بيبقى عندك وقت كتير جدا، وقت فاضي، أكيد ممكن تقسمه على الدراسة، ولكن حتى لو بقى عندك وقت للدراسة فأنت لازم يبقى عندك إنك تكرس وقتك للأنشطة. إيه العائد على الأنشطة اللي أنت ممكن تخشها؟ عندك هنا عندنا في الجامعة أنشطة كتير جدا، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية زي ما ورايا يعني، أنشطة ممكن تساعد الطلاب إن هو يستثمر وقته فيها، في نفس الوقت تعود عليه بالنفع، إن هي تطور مهاراته اللي محتاجها جوه الجامعة. احنا خلال ال5 سنين بنمر بيهم، لازم نتعلم حاجات كتير، لازم يبقى في سكيلز عدينا بيها ونميناها خلال تواجدنا في الجامعة. فمن الحاجات اللي بتطور واللي بتساعد على تنمية الحاجات دي هي الأنشطة. عشان كده بنصح إنه أي شخص في الجامعة عموما لازم يفضي وقته أو يكون عنده وقت للأنشطة دي ويستثمر فيها وقته. بالنسبة للنشاط الطلابي، النشاط الطلابي موجود في جامعات ماليزيا، وعلى ماليزيا كوجه العموم، وفي UTM كوجه الخصوص. النشاط الطلابي مدعوم أصلا من الحكومة في ماليزيا ما شاء الله. الجامعات هنا عندها تارجت أنها ترتفع وتنفع وتتنفع بالنشاط الطلابي بتاع الطلبة. النقطة الثانية اللي بيعمل عليها الاتحادات وهي مساعدة الشباب وحل مشاكل الشباب. الشباب سواء وقعوا في مشاكل زي مشاكل الفيزا، مشاكل صحية، مشاكل بينهم وبين بعضهم، فالاتحادات دي من دورها الأساسي إن هي تحل المشاكل دي، سواء هتفصل بين الطلبة، تتعامل مع UTM انترناشونال داخل الجامعة عشان تحل مشاكل الفيزا، تتعامل مع المستشفيات عشان لو في مشكلة صحية وغيرها. وزي ما قلت يعني بنبه على النقطة دي من أهم النقاط فعلا اللي بتميز UTM. كوني كطالب UTM في جهور، الجامعة هنا ما شاء الله بتدعم النشاط الطلابي بشكل كبير جدا، سواء كان نشاط في اتحادات طلبة أو نشاط من ناحية كلابس أندية. في أندية كتير جدا على مستوى الجامعة، فأنت كطالب لما تيجي UTM عندك الأوبشن إن أنت تخش شتى المجالات من ناحية النشاط الطلابي. في أندية كبيرة جدا زي أندية في جميع الكليات، في جميع التخصصات مفتوحة للكل، أندية أكاديمية، أندية لرفع السكيلز عند الطلبة، سواء أندية حداثة وأندية في أندية رياضة، في أندية مسابقات، في أندية ثقافية، في أندية قراءة، في أندية لغة. فالأندية موجودة
على مستوى الجامعه، وده شيء كبير جدا وشيء يعني يعين الطالب ويساعده ان هو خلال فترته في ماليزيا مش بس يكون قاعد في ناحيه الدراسه شغال على دراسته فقط، لا ده في كمان انديه تعينك ان انت ترفع السكيلز بتاعتك، تحسن من قدرتك على الكلام، على التعامل، على القراءه، في الثقافه، في انواع كتير. رأيي في النشاط الطلابي صراحة جدا مفيد. بيطور عندك السوشيال سكيلز، بيخليك تكتشف خلينا نقول أشياء أنت ما اكتشفتها في نفسك. في اكتيفيتيز كثيرة ممكن تتعلمها وتجربها في النشاط الطلابي. كلابس وفاسيلتيز تانية داخل الجامعة، مثال على زي روبوكون، زي تيدكس وغيرها. يعني الطالب بيشوف فين المهارات فعلا عنده، لو عنده موهبة معينة عايز ينميها بشكل معين هيلاقي فعلا كلاب اللي يساعده. عايز ينمي نفسه علميا واكاديميا هيلاقي الكلاب اللي يساعده في الحوار ده. والجامعة مليئة يعني، فالطالب مجرد ما بيوصل بيشوف ايه المهارة اللي عنده، ايه الحاجات اللي عايز ينميها، بيبدأ يسأل السينيورز، بيبدأ يسأل الاتحاد عنده اروح فين وبتاع كده، هم بيدلوه على طول على الاماكن اللي يستطيع ينمي فيه مهاراته. النقطه الثانيه نقطه الاتحادات، وهي الجامعه عندنا الحمد لله احنا عدد الطلبه في جامعه UTM المصريين مرتفع، تمام. ارتفع خلال السنين الاخيره وزاد بشكل ملحوظ، فتم تكوين اتحاد مصري عام 2017 وحتى الان الاتحاد قائم، واتحاد ما شاء الله قائم بجميع انواع مساعده الطلبه المصريين، من ناحيه اكتيفيتيز، من ناحيه مسابقات، رحلات، ايفنتات اكاديميه. الايفنت الاتحاد قائم بجميع الايفنتات ديت، قائم بمساعده الطلبه. الشباب في الاتحاد بيساعدوا جميع الطلبه في المصريين القادمين من ساعه ما تدخل ماليزيا. ده طبعا ده غير طبعا مساعده بايونير. فانت عندك هنا مساعده الاتحاد في UTM، فالموضوع بيكون جميل جدا. كطالب انت جاي جديد هتيجي تلاقي ان انت قاعد ما بين اسرتك، ما اتغربتش، ما بين اخوانك العرب واخوانك المصريين. فالموضوع جميل جدا. فده بالنسبه مثلا للاتحاد المصري. ده في بقى اتحادات تانية بقى، عرب، اتحاد يمني، اتحاد سوري، اتحاد عراقي، جميع الاتحادات العرب تقريبا موجوده حاليا في الجامعه. فالطالب بيجي ما بيحسش بالغربه، ما بيحسش ان هو خارج من بيئه جديده، لا ده جاي على بيئه مسلمه، بيئه الشعب فيها ملائم. افضل طريقه بالنسبه لي ان انت تتدرب على التستات البريفيوس، على الدرايف بتاع الكوميونتي المصري او التستات اللي بتديها الدكاتره. افضل طريقه ان انت تحل التستات ديت، ولو خلاص لو بتعرف تحلها حلو، خلاص ان شاء الله في التست الحقيقي هتعرف تحله. معظم الجهد المفروض يكون على الطالب، يعني ان هو يذاكر هو اكتر من الدكتور اكيد. يعني هو الدكتور بس بيدي جايد لاينز، ايه التوبكس اللي ممكن تذاكرها، وبيدي السلايدز. هو بالنسبه لي كان سهل، لانه عشان تجيب 4.0 في الماده المفروض تجيب اعلى من 80%. ف 80% في مساحه مع 20% ان انت بتغلط. يعني انا مش ببقى داخل كل امتحان هقفله، بس يعني بتيجي برضو فوق 80% في الاخر في الماده كلها. فبس هو ده الهدف يعني. وزي ما قلت ان هو يراجع على التستات، يذاكر، يحل التستات اللي قبلها في البريفيوس، تبقى اكتر ضامن يعني ان انت هتجيب سكور في التست. الفكره كلها هي انك تكون مهتم، الاهتمام بالماده، يعني انك انت تكون متابع، ما تكونش منقطع. انك انت تكون بتحضر اول حاجه. ان برضو ده طبعا نصيحه كان يعني طالب ما شاء الله يعني متفوق جدا يعني من نفس دفعتي كان بيقولها لي، انك انت دايما توري وشك للدكتور، الدكتور يكون عارفك وشايفك، تقعد اول واحد مثلا، او لو المحاضره اونلاين تفتح الكاميرا وتكون قدامه ماشي. اول ما الدكتور مثلا ينشر واجب ولا ينشر اساينمنت تكون مهتم انك تخلصه وتسلمه في ميعاده. ده المطلوب يعني، مش حاجه صعبه ان برضو ايه الواحد يدي للماده اهتمامها او يديها وقتها. تمام. بالنسبه للامتحانات وتحصيل الدرجات، هو الامتحانات الدكتور مش هيقدر ان هو يخترع سؤال او يخترع سيمه للاسئله، هو بيمشي على نسق معين للسؤال. فكلمه السر دايما هي الامتحانات اللي هي البريفيوس، الامتحانات بتاعت السنوات السابقه. دايما كتر التمرن على الامتحانات دي بنسبه اكتر من 90% هتجيلك يعني نفس الاسئله بشكل تقريبي.
او نفس ثيمه الاسئله او نفس طريقه الاسئله. فكون التمرن على الامتحانات القديمه مع متابعه الماده ومذاكرتها اول باول وتسليم الاسايمنتات اول باول، دي الخلطه زي ما بيقولوا انك تجيب درجه عاليه. واؤكد انا كواحد يعني متخرج من كليه هندسيه، الاي اللي هي الدرجه الاعلى مش صعبه ابدا، مش صعبه، ما هي الا بس مجرد التزام، ماشي، متابعه ومذاكره اول باول، وانك تدي الماده حقها. والله كنصيحة للدراسة، أنا اللي يعني أنا حتكلم عن اللي كنت بعمله والحمد لله يعني شفنا نتائج مرضية. بعد كل محاضرة سوي سمري سريع على اللي ذكر في المحاضرة أو اللي أخذته في المحاضرة. سوي البراكتس هو أهم حاجة في أو الكي تو سكسس. قبل الاختبارات بيكون اختبارات سابقة منزلينها الجاليات، فتقدر تحل الاختبارات هذه وتقريبا تيجي مشابهة للاختبارات السابقة. نقطة CGPA وكيفية إن أنا أجيب GPA عالي كل سمستر صراحة بالنسبة لي هي من أسهل النقاط داخل الجامعة. نقطة سهلة جدا، بمجرد تنظيم للوقت بسيط جدا الطالب يقدر يجيب GPA عالي جدا داخل الجامعة. لكن في برضه بعض النقاط بتساعد الطالب. ممكن نقول أول حاجة هي إن أول ما الطالب يبدأ السمستر بتاعه إن هو يشوف الدكتور الأفضل لكل مادة، هل يختار أفضل دكتور لكل مادة عشان يرتاح مع الدكتور ده في التعامل. يبدأ يشوف الدكتور ده هل هو كويس في التعامل ولا لا، درجاته كويسة ولا لا، دكتور منظم ولا لا، وهكذا. لو حصل على النقطة دي فبنسبة كبيرة إن شاء الله جايب GPA عالي مع تنظيم الوقت طبعا يعني. طب نفترض إن هو لو الطالب ما لقاش دكتور كويس في المادة، أو مادة معظم الدكاترة بتوعها مش كويسين، أو السكاشن بتاعت الدكتور كويس ده اتملت، بيبدأ يشوف الدكتور ده ياخد مع أفضل دكتور من الموجودين ويبدأ يسأل عن مفاتيح الدكتور ده. هل الدكتور ده بيركز على الوقت بزيادة ولا لأ؟ لازم أحضر له كل المحاضرات ولا لأ؟ تعامله مثلا يعني إزاي يتعامل معاه، إزاي يكلمه وهكذا، عايز شوية احترام في الكلام. كل النقاط دي بيبدأ يسأل عليها السينيورز ويشوف الدكتور ده إيه المفاتيح بتاعته. بس هو أول ما يجد هذه المفاتيح التعامل مع الدكتور بيصير يعني أسهل ما يمكن يعني. بعد ما بيختار الدكتور بيبدأ يشوف إيه المصادر اللي هيدرس بيها المادة. أول حاجة طبعا بيعتمد عليها هي الدكتور بتاعه، يحضر محاضرات ويركز مع الدكتور، ولو هيكتب وراه حاجة أو كده يذاكر وراه. دي أول مصدر. تاني مصدر وبفضل الله سبحانه وتعالى بسبب يعني فترة كورونا حصل شوية يعني في بعض التسجيلات لكتير من المواد لأفضل الدكاترة موجودة ومسجلة، موجودة مع السينيورز وموجودة مع ناس كتير، فيبحث عنها. لو وجدها صراحة ده من أفضل المصادر يعني. مصدر ثالث هو الكتب. في كتب كويسة جدا في الجامعة، كتب لكل مادة، يقدر الطالب يعني من بداية السمستر يشوف هل الكتاب ده مناسب ليه المذاكرة ولا لا، هل هيفهم الكتاب ده كويس ولا لا. لو المصدر ده كويس يمسك في المصدر ده ويمشي عليه طول السمستر. المصدر الأخير طبعا النت واليوتيوب وكده، فيها حاجات مميزة جدا وشروحات مميزة جدا. فهو الطالب أول ما يدخل يبدأ فعلا يشوف إيه المصدر بتاعه، هل هيبقى من دكتور شرحه كويس ولا لا، هل من كتاب، هل من يوتيوب، هل من تسجيل في فيديوهات مسجلة ولا لا. يشوف إيه أفضل مصدر بيعتمد عليه طول السمستر، بس مهم قوي يحددها في بداية السمستر عشان ما يشتتش يعني. والله في رأيي إنه نظام الجامعة مختلف عن نظام المدارس. فنظام المدارس اللي هو عندك وقت كافي إن أنت ترجع تذاكر وتراجع وتلخص وتكتب، ولكن في الجامعة هنا كله على استعجال، فمحتاج إن أنت تواكب الاستعجال بتاع الجامعة عن طريق الحل المباشر. حاول بقدر الإمكان إن أنت تفهم بشكل عام، وبعد كده إيدك هي اللي تبين فهمك من عدمه عن طريق المسائل اللي تحلها، سواء كان بقى المسائل الدكتور اللي بينزلها أو الامتحانات السابقة. فدي أنسب طريقة إن شاء الله. في ناس بالنسبه للCGPA بالذات ان في ناس انا شايف 3 انواع من الناس. في ناس بتيجي بس عشان تمشي الناس، تمشي وضعها وعايزين يجيبوا درجه وخلاص ويعدوا الكليه، وانا لا اتفق مع الناس دي تماما. وفي ناس تانية جايين عشان يجيبوا درجه فقط. اي نعم ممكن يخلوا الCGPA اللهم صل على النبي 4 من 4 و 4 من 4، لكن في ناس تانية انا افضلها برضو ان هم يحاولوا يجمعوا بالاثنين. موضوع انك تيجي تتعلم مش جاي بس تضيع وقت ولا تدفع فلوس ولا لا، يعني احنا مأمورين طبعا بالعلم وان احنا نسعى للمعرفه. فالمهم جدا انك تتعلم بانك تستفيد علميا، مش بس انك جاي عشان تاخد درجه وخلاص. فحاول قدر الامكان انك انت وانت بتتعلم عايز تجيب درجه تحط في نفس الوقت ان انت عايز تكون تاخد الاستفاده الكافيه منها. فبالنسبه للCGPA
طبعا يعني ازاي تتعامل، ازاي تجيب اعلى درجه. اهم حاجه الديدلاينز، يعني مش لازم ان احنا، دي مشكله كبيره الناس واجهتها هنا، ان الديدلاينز ده موضوع اساسي، انه الناس بتستنى دايما، تستنى لحد الديدلاينز ويبداوا يفكروا هيحلوا مثلا اذا كان عندهم اساينمنت او بروجكت او ده بالنسبه للديدلاينز. اهم حاجه برضو كلنا يعني عارفينها، ما تفوتش الديدلاينز دوت. لازم خدت مثلا التاسك من هنا، حاول تخش تبدا عليه، ومش لازم تستنى نص السمستر عشان تبدا تشتغل، او مثلا تتاخر، لا ابدا اول ما تاخد من هنا، اول ما تبدا السمستر ابدا على طول اشتغل. غير كده ما شاء الله كان احنا من ناحيه في جاليات مصريه وجاليات في جاليات اخرى كتير. احنا بالنسبه لنا الجاليه بتاعتنا ما شاء الله عليها موفره برضو، يعني في زي الطلاب اكاديميا موفره لهم الكليه مثلا عندها زي مواد ليها مرجع طلابي، امتحانات الفاينالات بتبقى شكلها عامل ازاي. فلو عايز تجيب CGPA عالي وعايز تجيب في الامتحان درجه عاليه مستوى عالي، لازم تراجع الامتحانات اللي انت خدتوها السنوات اللي فاتت. فاحنا زي درايف كده، وفي حاجات كده بتكون موجوده، احنا استفدنا منها كتير بصراحه. فدي كانت عامل مهم جدا ان احنا نجيب CGPA عالي يعني، لانه كان في تريكات مثلا بتيجي في الامتحانات ممكن ما تكونش شايفها كالمنهج كامل، فدي كلها كانت بتكون موجوده في الامتحانات اللي هي القديمه. أفضل طريقة إنك شخصيا أنا شايف إنك تلتزم في المحاضرات. أنا شخصيا كل المحاضرات اللي بحضرها يعني بخش التيست أو الفاينل الدنيا تبقى ظريفة قوي، لكن لو أنا غبت من المحاضرة أو غبت حاجة بعاني قوي في الدرس ده. ده رأيي شخصيا. ممكن أهم إشي ممكن يكون بيفرق معايا بشكل، أو بالذات عشان خصوصا الواحد لما دخل روبوكون الوقت عنده بيكون ضيق جدا بالنسبة له، فلازم الواحد يوازن ما بين الدراسة وشغل روبوكون. الموضوع بيكون ضيق شوية، فالوقت بيكون ضيق شوية. فحضور المحاضرات والتركيز العالي في المحاضرات شغلة مهمة جدا وبتأثر بشكل مش طبيعي بالنسبة لي. والتركيز العالي خصوصا الواحد بده يذاكر، خلص واحد لازم طيب أنا الآن هذاكر، فتركيزي كامل بيكون عليه. تمام. فالواحد قدر المستطاع يحاول إنه هو يقلل من الوقت الواحد بياخده عشان يدرس يعني بشكل عام. فهذه نقطة مهمة جدا صراحة. النقطة الأخيرة طبعا وهي تنظيم الوقت، ينظم وقته بين المحاضرات. بعد ما يخلص محاضرات يحاول يذاكر المادة على طول وهكذا، يشوف التستات بتاعته امتى ويظبط جدوله عليه عشان يخلص مذاكرته وهكذا. فدول 3 نقاط صراحة في رأيي، هو الطالب بس لو ركز عليهم يقدر يجيب GPA عالي وبكل سهولة. الموضوع مش عايز لا مذاكرة 10 ساعات في اليوم ولا الحوارات دي كلها، موضوع أبسط من كده بكتير يعني. الدكاترة في جامعة UTM هم من تعاملي الشخصي معاهم متواضعين جدا، بعكس طبعا يعني الدكاترة في العالم العربي، في الجامعات في العالم العربي هتلاقيهم يعني قامات، فهتلاقي صعب التعامل معاهم، مش سهل ابدا التعامل معاهم. لكن الدكاترة هنا برضه هم قامات علمية، ولكن عندهم تواضع كبير جدا. الدكاترة الماليزيين هم برضه عندهم حتة تخوف من التعامل مع الطلبة العرب، لانهم برضو واخدين صوره نمطيه معينه مش سهل انك تغيرها، وده بناء على برضو تجارب كانت ليهم مع طلبه انترناشونال او طلبه عرب بالاخص. فاحسن حاجه انك التعامل بادب شديد مع الدكتور. الدكاتره بشكل عام محترمين جدا، حبوبين جدا، وبالذات للانترناشونال ستودنتس برضو معاملتهم ما في اي عنصريه، ما في اي شيء. ميزه كبيره جدا هنا ان احنا يعني عندنا برضو الاوبشن ان احنا نتكلم مع الدكاتره بالايميل او بالواتساب او بطرق تواصل كتيره، ممكن ما تكونش دي موجوده يعني في جامعات في بلادنا العربيه يعني. برضو انك يعني تحاول برضو ايه، ما توريش للدكتور ان تعاملك معاه هو مصلحه بس، هو يعني تعاملي معاك بس مجرد درجات. هو برضو الدكتور عايز يشوف منك مثلا ايه كونتريبيوشن، يعني مثلا انت نفسك تتعامل معاه مثلا في مشروع، انك يعني التعامل معاه يكون بروفيشنال بس مش للمصلحه بس. هنا هيحس الدكتور هيرتاح جدا في التعامل معاك، وبكده انت هتضمن علاقه كويسه جدا ومفيده جدا مع قامه علميه في جامعه ممتازه هنا. الصراحه الدكاتره هنا كلهم لطيفين جدا ومحترمين جدا، فيعني طول ما انت ابعد بس عن الاجازات وتروح تتعامل معاهم في اي وقت وهم باي طريقه، وهم كلهم لطيفين جدا.
تعرفت على بايونير من خلال صديق إلي، أخوه كان بيدرس هنا في الجامعة وكان جاي برضه عن طريق بايونير، فمن خلال معرفة يعني عرفت بايونير. الحمد لله يعني بايونير كانت يعني متعاونة جدا، تعاملها راقي جدا الحمد لله. سهلت لنا كثير أشياء من ناحية تسجيل، من ناحية وصولنا من كوالالمبور لجوهور. تكفلوا بكل شيء يا رب لك الحمد. عرفت مكتب بايونير عن طريق قناة على اليوتيوب، ومن خلالها عرفت أوصل لوسائل تواصل معاهم وتواصلت معاهم، والحمد لله هم اللي قدموا لي واتقبلت. الحمد لله أيضا قدموا لي حلول لمشاكل كانت بتواجهني في الفيزا وغيره، ماشي، فحلوها لي كلهم بكل سهولة ويسر الحمد لله. ده غير طبعا الموضوع الجامعي ده، هم ما شاء الله عليهم بره كده طول ال4 سنين اي حاجه سبحان الله يعني ما شاء الله، من غير ما قصروش فيها. اروح اسالهم طبعا موضوع الماليات ديت هم ما بيفكروش فيها، انا مش بقولها كده عشان في فيديو ولا في اي حاجه، لكن هم ما بيفكروش فيها بدايه خالص، وبالعكس اي تعامل حكومي هنا بيخلصوا لك. عندك مشاكل، بعض المشاكل هنا مع الجامعه، اوراق بتاع، ما شاء الله عليهم يعني بيساعدوا جدا. و يعني دي بشكل عام يعني بصراحة ما شاء الله الله يبارك يعني فيهم، فكانوا بصراحة يعني تجربة جميلة جدا، وكويس إن اتعرفت عليهم بصراحة. أنا اتعرفت على بايونير، كان في زي ايفنت في الجامعات كان عندنا في المدرسة، فبايونير كانوا موجودين وكان عندي موجود، فساعتها كلمتهم عن الجامعات وكلموني عن جامعات ماليزيا وعن UTM وUM والجامعات اللي هنا بس. فتعرفت عليهم من هنا، وأنا صراحة أقنعوني بUTM إن جامعة جميلة، فحبيت أقدم هنا وبقيت. فهم الصراحة عملوا كل حاجة من ناحية الورق، واستقبلوني يعني من المطار وخدوني من المطار وجابوا لي السكن وجابوا لي كل حاجة يعني. ما تعبتش خالص والله، كانت تجربة سلسة جميلة جدا. ولحد دلوقتي يعني لسه بيساعدوك عندك أي سؤال في حاجات الفيزا والكلام، الحاجات الاجتماع، الورق اللي هنا ما زال بيساعدوك كل حاجة. أنا لما جيت أحول من جامعة لجامعة أصلا اتعرفت عليهم إزاي؟ كنت خلاص انا من النوع اصلا اللي بحب اتعامل كل حاجه بنفسي. يعني انا لما جيت قدمت هنا كنت متقدم لنفسي ماليزيا قبل ما اخش UTM نفسها، فلما جيت بقى كنت مستعجل في اوراق وحاجات كده، ومضطر ان انا انزل من ماليزيا لان كنت في الجامعه في ماليزيا تانية، اضطريت انزل مصر. فسبحان الله يعني عرفت بايونير من هنا وكلمتهم، وكانوا بصراحه مرحبين جدا، ويعني موفرين كل الوسائل مثلا من اوراق، من تعاملات، وخلصوا لي الاوراق بشكل سريع جدا وقالوا لي خلاص ما تقلقش. تعرفت عن بايونير من اليوتيوب. كان تقريبا في فيديو بيشرح عن UTM بشكل عام. كنت انا اصلا بدور من قبل الجامعات اللي هنا بشكل عام، وكان في UTM خاصة يعني. كان صراحة الواحد متردد، او بس مجرد انه هو ببحث يعني بيشوف. فالتفاصيل بشكل عام، تفاصيل الجامعة وتفاصيل كل الاوراق والاشياء هذه كلها كانت خلص من بايونير، وكان الموضوع يعني سلس بشكل مش طبيعي صراحة. كان موضوع سلس جدا، خصوصا يعني تخليص الأوراق. الموضوع كان مبسط بشكل عام. الواحد برضو لما يجي هنا استقبلوني في المطار. موضوع السكن، طيب الأوراق اللي هناك برضو فيزا ما فيزا، وبعد برضو أنا محتاج مثلا أجدد الفيزا، في مشكلة عندي أي شيء على طول برجع لبايونير صراحة. يعني بشكل عام كانت اكسبيرينس جميله صراحه. بالنسبه لتجربتي مع بايونير كانت تجربه الحمد لله ناجحه جدا. بدايه من اول ما جات لي الفكره للدراسه خارج بلادي على سبيل المثال، خلينا نقولها بالشكل دوت. لما جات لي فكره الدراسه خارج مصر، بايونير فادتني جدا في اختيار الجامعه المناسبه واختيار البلد المناسبه للدراسه. جميع المعلومات اللي انا سالتها بالنسبه لبايونير، بالنسبه لماليزيا والدراسه في ماليزيا وجامعات ماليزيا والتخصصات، جميع الاسئله اللي اتسالت لبايونير كان تم الرد عليها بشكل كافي، افادني في ان انا اختار التخصص بتاعي واختار مجالي واختار حتى الجامعه اللي انا فيها حاليا. بايونير مش بس ساعدتني على اختيار الجامعه وساعدتني في التسجيل والقبول في الجامعه، بايونير استمرت مساعدتها ليا كطالب حتى اللحظه اللي انا قاعد فيها قدامكم. وده شيء جميل جدا وايجابي. بالنسبه للشركات الطلبه والمساعدات الطلبه اللي انا اتعاملت معاها، مفيش شركه انا اتعاملت معاها بتساعد الطالب
بالشكل دوت لحد مرحله التخرج، وحتى ما بعد التخرج الشركه قايمه بجميع الاستشارات التعليميه بتساهم. انا على تواصل مستمر مع الشباب. ف يعني اشكر جدا بايونير على التجربه ديت، واشكر بايونير على المساعده لي والمساهمه في اختيار مجالي ومساعدتي على الدراسه في UTM. العلاقات العامة اللي موجودة في UTM بشكل خاص، في ماليزيا بشكل عام، هي من وجهة نظري هي محاكاة للعلاقات اللي انت هتعيشها ما بعد التخرج. يعني دلوقتي العلاقات ما بينك وما بين الدكاترة، ما بينك وما بين موظفين الجامعة، مسؤول الكلية وعميد الكلية، مسؤول كبير في الجامعة، هي علاقات انت غالبا هتشوف منها تجربة، والتجربة دي انت اكيد هتستفيد منها، سواء هي كانت تجربة مش كويسة او تجربة كويسة. كان يعني بيجي لي استفسارات من طلبة كانوا نفسهم ان هم يجوا هنا ماليزيا، هل ممكن اني يعني الاقي صحبة سوء؟ هل ممكن ان انا العلاقات دي تضرني؟ انا من وجهة نظري صعب جدا تلاقي صحبة سوء هنا في UTM. المجتمع هنا مجتمع بيساعد على انك انت تركز على دراستك وعلى انك انت تتعلم. هي مهمة إلى حد ما، مهم إن يبقى عندك كونكشنز، مثلا ناس بعدين لما توصل سنة رابعة ولا حاجة ينظموا إيفنتات، تكون أنت موجود في الإيفنتات، تكون معاهم. لكن لو علاقات عامة هتشغل وقتك، هيطلعوا مثلا كل يوم ولا حاجة، رايحين خارجين في مكان، هيشغلوك أكتر من ما هيفيدوك، فممكن ترجع شوية، بس يعني مش لازم تقطع علاقتك بيهم. علاقاتك إداريا مع الجامعة، علاقاتك طلابيا مع الناس اللي حواليك، علاقاتك مع الدكاترة، كل ده لما تنمي علاقاتك وتطورها مع الدكاترة أو مع أي شخص جوه الجامعة أو خلال فترتك الجامعية، كل ده بيسهل عليك جدا إنك تطور من نفسك أو تحسن السكيلز اللي عندك. نصيحتي إنه يبقى بس عنده شغف للحاجة عشان تبقى ممتعة. يعني أنا مش بحس وأنا بسيرش أو بعمل مشروع إن أنا مضغوط عليا، أنا بحس بمتعة، بشغف يعني. فأعتقد دي الحاجة أهم حاجة حابب أوصلها، إن يبقى في شغف للمجال اللي أنت داخله، وبالتالي الإكسبيرينس اللي أنت هتاخدها هتتضاعف وأنت مش واخد بالك يعني. أول حاجة يعملوها يجددوا النية لله سبحانه وتعالى. إحنا الواحد ترك أهله، واحد جاي يجلس في غربة وهيقعد تقريبا 4-5 سنين، فلو الوقت ده كله مش لله سبحانه وتعالى فإيه قيمته يعني؟ فأول ما يوصل يجدد النية إن كل هذه السنوات وكل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذه الأموال هي في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدي أول حاجة كده يعني. ثانيا نقطة الوقت صراحة من أهم النقاط اللي يعني بتفرق طالب عن التاني، بتفرق شخص عن التاني، مش مجرد طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الطالب لو عايز يجيب GPA عالي هو عمر ما يومه هيتملي بالمذاكرة، مستحيل. يقدر يذاكر ويجتهد ويجيب 4 GPA كل سمستر، لكن مازال عنده وقت فراغ كبير جدا جدا جدا. فهو لازم يظبط وقته ويشوف الوقت الفراغ ده هيصرفه في ايه. زي ما قلنا في فاسيلتيز داخل الجامعة، في شغل مع دكاترة، في اتحادات، في حاجات كتير قوي يقدر يصرف فيها الوقت ده، في علوم شرعية ممكن يدرسها وغيرها من الحاجات يعني. فلازم الطالب أول ما يوصل يشوف إيه الحاجات التانية اللي هيصرف فيها وقته. لو قعد بس كده وشايف نفسه جامعة وخلاص، كل الوقت ده يعني هيذهب هباء منثورا. نصيحة حابب إن أنا يعني أقولها للطلبة، الله يوفقهم، حاليا هم في مرحلة الثانوية، وأكيد شاغل بالهم المكان اللي هم ناويين يدرسوا فيه أو الجامعة أو التخصص، إنهم ما يضيعوش فرصة إن هم يقروا عن التخصص اللي هم بيفكروا يكملوا فيه. ليه؟ لأن طبعا إحنا لما نكون في مرحلة يعني الثانوية ما قبل الجامعة ما بيكونش عندنا فكرة هو التخصص اللي أنا بقدم عليه ده هو تخصص إيه بالظبط. كويس جدا ان انا اقرا عن الماده العلميه اللي انا هدرسها، عن المشاريع، عن سوق العمل. هل دلوقتي هي مطلوبه في سوق العمل؟ هل دلوقتي في ترند عليها ولا التخصص بيموت؟ هل التخصص مطلوب بشده ولا لا؟ فالكلام ده مهم جدا عشان مرحله ما بعد التخرج ان شاء الله.
وما الاقيش نفسي مثلا في وسط الدراسه بقول لا، انا حاسس ان لا مش قادر اكمل. يعني برضو نقطه قمه في الاهميه ان انا اكون بعمل حاجه انا بحبها، حاجه انا بحبها، تخصص انا بحبه، هلاقي نفسي بحب ان انا اذاكر، بحب ان انا اخش امتحانات، بلاقي نفسي الوقت بيعدي بسرعه والاقي نفسي اتخرجت والمرحله التعليميه خلاص ويلا انا هخش على سوق العمل. ده حتى لما اخش على سوق العمل هلاقي نفسي بتمتع بالحاجه اللي انا بشتغل فيها. برضو نصيحه للطلبه اللي هم حاليا بيدرسوا بداوا تخصصهم، ربنا يوفقهم باذن الله، ان طبعا ما يضيعوش وقت ويحاولوا ان هم يستغلوا كل يعني وقت فراغ ممكن. اجازه الصيف مثلا ممكن ان احنا نتفسح، ممكن ان احنا نروح، بس برضو ليه ما ناخدش كورسات؟ ليه ما نحاولش نطور مهارات معينه؟ برضو ليه ما نحاولش نتعامل مع الدكاتره اكتر؟ بلاحظ ان في طلبه كتير بينغلقوا على نفسهم جدا، بيكونوا مثلا يعني ايه مغتربين في ماليزيا هنا، وبينغلقوا على نفسهم، ما بيحبوش ان هم يطلعوا ويتعاملوا، مع ان الفرصه موجوده انك انت تطلع وتتعامل مع طلبه سواء يعني من نفس جنسيتك او نفس لغتك او حتى طلبه انترناشونال، وتتعرف على ثقافات جديده. في هنا تيمز يعني كتيره جدا. انا شخصيا انا اتخرجت وعمال بكتشف ان في تيمز موجوده، وان انت كان ممكن تخش التيم ده وتتعرف على الناس دول. فطبعا يعني الدراسه في UTM هنا بشكل خاص والدراسه في ماليزيا بشكل عام فرصه انا شايف ان هي ما تتعوضش، وفي طلبه كتير نفسها ان هي تطلع بره الكومفورت زون او بره بلدانها، وتطلع تتعرف على بلدان جديده وتروح تدرس في اماكن يعني مختلف بعيد عن اهلها وتغترب وتعيش التجربه. ماشي، يعني تجربه طبعا لا تعوض، وانا يعني بنصح الطلبه دول ان هم يستغلوها على افضل وجه ممكن. طبعا يعني مقوله دايما بتتكرر ودايما بنسمعها: خاب وخسر من تخرج من UTM بشهاده فقط. طيب نصيحتي لأي طالب لسه جاي جديد، طبعا انت ممكن حتى لو انت داخل جامعة جوه البلد اللي انت فيها او جامعة خارج البلد اللي انت كنت متربي فيها، ففي حد ذاته انت برضو في الاول في الاخر مغترب عن اهلك، فلازم يبقى عندك احساس بالمسؤولية انك انت مغترب، احساس بالمسؤولية انك داخل جامعة او داخل حاجة تبقى متفرغ فيها بشكل كبير، متحكم فيها بشكل كبير. فأول حاجة من أول نصيحة إن هي المسؤولية التامة، إنك لازم تتحلى بالمسؤولية. تاني حاجة وهي تنظيم الوقت، لازم يبقى عندك إدارة الوقت بشكل كويس جدا، لأنه إدارة الوقت أنت طبعا هتبقى مسؤول عن حاجات كتير في الجامعة، عن دراستك، عن حتى تحكمك بره الجامعة في الأكل، في الشرب، في المعيشة بشكل عام. مفيش حد بقى كده هيجي مثلا يحضر لك الأكل أو هيجي يجهز لك حاجة معينة، فأنت لازم يبقى عندك اهتمام بكل الحاجات دي، وعشان تقدر تهتم بكل حاجة من الحاجات دي لازم يبقى عندك تنظيم وقت كويس كمان. تالت حاجة ممكن أقدمها للطلاب أو لأي طالب جديد، إنه يبقى عنده مرونة نفسية في التعامل مع المواقف اللي هيمر بيها، لأنه أنت كطالب بعيد عن أهلك ممكن يبقى عندك مشاعر أو عندك حاجات هتمر بيها خلال الفترة الجامعية، فلازم يبقى عندك مرونة نفسية في التعامل بيها. ما ينفعش انك انت مثلا تبقى عندك امتحان الصبح ومش قادر انك انت تمتحن بسبب انك ما عندكش مودك او مودك مش كويس انك تخش الامتحان. لازم يبقى عندك مرونة نفسية. انا ممكن انصح الشباب على مرحلتين: الشباب الجدد اللي لسه ما جوش الجامعه لسه او لسه في مرحله اول سمستر، والشباب المتواجدين حاليا في سنه تانية وثالثه. هي نصيحه شامله، وهي ان خاب وخسر من تخرج من الجامعه بالشهاده فقط. خاب وخسر من تخرج من الجامعه بالشهاده فقط. حاليا في معترك سوق العمل والشغل بعد الدراسه المنافسه بقت كبيره جدا. كل الطلبه خريجين معاهم شهادات، وفي طلبه كتير جدا خريجين معاهم نمر ومعدلات. الفكره دلوقتي بقى في تنافسيه اكبر، بقى العدد اكبر، بقى الاقبال على الوظائف موجود بشكل اكبر، فانت لازم تكون متميز في السوق بتاعك، لازم تكون متميز. وايه اللي يميزك؟ حاجات كتير، منها العمل التطوعي، منها ان انت لما تيجي الجامعه ما تقضيش فتره ال4 سنين او ال5 سنين بتاعتك في الجامعه بتحصل بس فيها على الشهاده فقط. لا، استغل الفتره ديت في ان انت تحسن من نفسك،
تنمي نفسك في سكيلز كتير ممكن تتعلمها، تشتغل في كلابس، تشتغل مع الاتحاد او تشتغل مع اتحادات في الجامعه، كلابس، انديه. والاهم من كده كمان انت ممكن تشتغل مع الدكاتره، قوي علاقتك جدا مع الدكاتره. كتير قوي من الطلبه اتخرجوا واستفادوا جدا من علاقاتهم مع الدكاتره واشتغلوا مع دكاتره بعد التخرج. فانت خلال فتره دراستك في الجامعه ممكن ان انت تتواصل مع الدكاتره، تحسن علاقتك بيهم، ودكتور عن دكتور بيفرق طبيعي جدا. وبعد التخرج ممكن تشتغل معاهم، وخلال حتى فتره الدراسه في دكاتره كتير بتعينك معاها وبتشغلك معاها وبتشتغل معاها، بيتحط اسمك معاها كطالب اشتغل في ريسيرش على سبيل المثال. وده لو حصل لك ده شيء يساعدك جدا جدا في الكارير بتاعتك، وده شيء بيرفع منك جدا كفاليو ليك كسعرك كمهندس. نصيحة للطلبة، اسأل اسأل اسأل. أنا لما جيت هنا على ماليزيا صراحة كنت شوية خجول، ما كنتش أسأل في الحاجات اللي أنا عايزها، بكتفي في قدر المعلومات اللي عندي ولو كانت بسيطة جدا، وهذا كان شيء غلط يعني. فنصيحتي للطلاب اسأل، ما تخافش، الكل هنا حيحب يساعدك. والله نصيحتي للطلاب اللي لسه هيجوا إن شاء الله إن هم يبذلوا مجهود أكتر، لأنه نظام الجامعة مختلف عن نظام المدارس، يحاول يتأقلم معاه وفي نفس الوقت ياخد من خبرات السينيورز، لأن هم صراحة بيسهلوا كتير على الطلاب، بحيث يعرف إيه الخطوات اللي المفترض يعملها، إيه المواد اللي محتاج ياخدها في البداية، الدكاترة اللي يخش معاهم. كل دي حاجات مش هيعرفها غير الطالب اللي قبل كده كان موجود. فأنسب حاجة إن أنت تحاول تقوي علاقتك بيهم، تتواصل معهم بكثرة يعني، بحيث تعرف أنهي أنسب حاجة تاخدها. حاول تخلص بدري بدري، تخش الجامعة، تبدأ يعني تكون مقدم مثلا لو أنت في السمستر الأخير بالنسبة للثانوية يعني، في آخر الترم يعني، وحاول تقدم هناك، تشوف أنت كنت عايز تاخد إيه، ما تخلصش الثانوية وأنت لسه عايز تبدأ تفكر هتروح أنهي كلية ولا أنهي جامعة ولا تكمل دراستك إزاي. خلص دي بدري، لأن أنت ممكن تضيع فرصة كبيرة عليك، لأن أنا مثلا مريت بالموضوع ده. عقبال ما قدمت على كذا جامعه وكده وحاولت اشوف الموضوع ده ماشي ازاي، ضيعت وقت كتير لدرجه ان انا سمستر مني ضاع مني بشكل ان انا عديت الانتيك بتاعه الاختيار الجامعه، لان الجامعه ليها مثلا انتيك معين. عشان تخش الجامعه تبدا السمستر ده لازم تكون مقدم قبل شهر 9 مثلا، فانا عديت الانتيك ده، فبضطر استنى 4 شهور كاملين على ما اخش الانتيك اللي بعده. فاخترت الجامعه الحمد لله وتوكل على الله. يعني انت لازم تكون بس مجمع بعض المعلومات بدري شويه. وبعدين بقى اختيارك للجامعه ده مهم جدا برضه. حاول تشوف الكواليتي زائد اذا كان عندك منحه ولا حاجه غير كده. مثلا ممكن خلاص شوف توفر بين الكواليتي والسعر المتوفر، لان ماليزيا بصراحه بتوفر الموضوع ده جدا جدا، بالذات الجامعات اللي موجوده هنا حكوميا، لان احنا دي جامعه حكوميه غالبا. فبصراحه يعني خلصوا بدري بدري وقدموا على طول يعني. نصيحتي للطلاب اللي لسه جداد لسه جايين ماليزيا، حاول تتعرف على الناس، تنزل في الشارع، تمشي تقابل الناس. في هنا يعني كوميونيتي كبيرة جدا، والناس هنا لطيفة جدا، خصوصا لو انت عرب او من اي حتة من مصر او اليمن او السودان، فتتعرف بيهم وبتاع، وهيفيدوك جدا وهيساعدوك جدا. والطلاب اللي حاليا في الجامعة، انت دخلت الجامعة وعرفت الدنيا وعرفت كليتك، حاول لازم تخش اي كلاب، مش لازم روبوكون، في كلابات تانية كتيرة عندنا كلها مفيدة، كلها هتتعلم منها كتير جدا اجتماعيا واكاديميا وفي كل المجالات صراحة. اسأل، تعرف على الناس. في ما شاء الله مجتمع عندنا مجتمع يعني عدد الناس العرب الموجودين هنا خصوصا في UTM يعني عدد كبير جدا صراحة، وحبوبين جدا، وفي نشاطات كتيرة كمان من الشباب العرب من الجاليات الموجودة هنا، workshops كتيرة، والعلاقات مهمة جدا جدا في الجامعة بشكل عام صراحة. وتعرف على السينيورز تبعونك هيساعدوك كتير. اي شيء اسال من الاول، حاول تخطط ايش انت حابب، انت ايش تدخل بالضبط، ايش تعمل بشكل عام. ما تركز يعني تركيزك تام يكون على الدراسه، عشان الدراسه مهمه جدا جدا، بس في اشياء برضو الواحد في سوفت سكيلز الواحد لازم يتعلمها. حاول تدخل اكتيفيتيز قدر المستطاع، سواء روبوكون سواء برا روبوكون، بشكل عام
يعني حاول تتوسع كده، حاول تشوف تستكشف ايش اللي عندك. في اشياء كثيره جدا في UTM الواحد ممكن يعملها يعني، فاستكشف.